الى كل مشجع مدريدي، انت مقتنع انه برشلونه نجريرة؟ الى كل مشجع مدريدي، انسى برشلونه، برشلونيين سيوا على جنب بيعرفوا الاخطاء التحكيميه. الى كل مشجع مدريدي، انت مقتنع انه برشلونه فريق تحكيم؟ انت هيدا فتحه، انت مقتنع انه برشلونه فريق تحكيم؟ انا مش عم بقول عنك انت تحكيم، لا، انا عم اسرق انت الك. برشلونه فريق نجريرة 5 لقطات هالموسم، 5 لقطات، بيناتهم لقطة الكأس الملك يلي تعرض برشلونة للخروج من ورا التحكيم. انسى كأس الملك، دوري اسباني، 4 اخطاء من الفار من ناحية الاوفسايد مقابل 4 اخطاء لجميع الاندية الاسبانية هذا الموسم. تخيل فريق نجريرة 4 اخطاء تعرض فيهم برشلونة للظلم هيدا الموسم مقابل 4 اخطاء ظلم فيهم كل الفرق 19 غير برشلونة. يعني كل هالفرق غلط معهم الفار 4 مرات، كله مع بعض مجموعا 4 مرات. برشلونة لحاله حرمهم من 4 أهداف. اللي نجريرة بالاخر فتح لي عقلك يا اخي، فتح لي عقلك يا اخي، ما تخلي الاطفال الصغار يلعبوا بعقلتك. نجريرة والقرف كله على بعضه، في شيء اسمه نجريرة، ما في شيء اسمه نجريرة. اوقات بيستفيد تحكيميا بس الاخطاء التحكيميه عليه اكثر بكثير، وهيدا كله غير الركلات الجزاء يلي ما بتم احتسابها واللمسات اليد والاخطاء التحكيميه. اللي نجريرة بالاخر ولك ارشيفو فار قال لك هيدي اللقطه تاعت فيران توريس انه في تلاعب فيها اللقطه. تخيل هيدي بالفار تم احتسابها اوفسايد، تخيل. ومين هو الشخص اللي عم يتم احتسابهم؟ شخص اسمه كارلوس ديل. هيدا كارلوس ديل وين هلا صار؟ تحت التحقيق، تحت التحقيق. ولك جنوا اللعيبه بحطوا ستوري، اول مره اللعيبه بحطوا ستوريات. ولك فليك جن جنونه بده يعرف شو السبب يلي عم بيصير ببرشلونه. اللي بالاخر نجريرة يا زلمه فتح عقلك، فتح، هيدا فتحه. هيدا رب العالمين خلقنا اياه العقل لحتى نشوف قدامنا الاخطاء وغير الاخطاء، لنشوف قدامنا الصح والغلط. هيدا خلينا نفتحه. فضيحه تحكيميه يا ساده، المساعد شاهد